انا من النقطه هذه ديسيديت ندير دي لايف هكذا تاع توعيه باش نهضروا باش الناس تاع الجزائر يقللوا من الحاجه هذه، والناس اللي هنا ياخذوا حذرهم. صح. انا اللايف درتو هكذا برك، يعني مادام عندي جاليه جزائريه متبعتني قلت نديرها توعيه. لكن كي بديت نديرهم لاحظت انه هاد السمسارات بداو يعيطوا لي، بداو يهددوني، بداو يبانوا. يعني الحمد لله حتى اللايف وصل لهم كامل كامل سمعوا به. فكاين الحمد لله شويه سمسارات تجبدوا باسكو السمعه ديالهم تشوهت في القنصليه، وكاين ناس مازالهم متابعين، وحتى في رمضان مازالهم يطلعوا في النساء هادو ويزوجوا فيهم. عندي بزاف حالات طلعوا معايا تاع نساء. باغ اكزومبل اخر وحده طلعوها عندها 19 برك، طلعت هنايا قالوا لها ما تجيبي لا تليفون لا دراهم لا ذهب لا والو، لانه التركي هذا لاباس به، راح تطلعي هنايا راح يدير لك الذهب، راح يعطيك المهر ديالك، راح يدير لك عرس ويسكنك في دار وحدك. طلعت هنايا المراه هذه، وطبعا انا يا ضد هي المراه من الاول غلطه، باسكو ما كاش حنا في الجزائريات اللي نتزوجوا بالطريقه هذه، طريقه غلطه اساسا. لكن ما علينا. جات هنايا اول ما توصل للمطار تقابلها السمساره مع الراجل بوكي دو فلور باش يزينوا لها الحاله شويه. من المطار للامام ديريكتومون، زعما بحكم انه جايه وحدها ما كاش وين تقعدي وحدك، لازم نديروا الفاتحه بعدا نديروا العقد. يوم ما يجي العقد ما يعطوا لها مهر، ما يعطوا لها دراهم، ما يعطوا لها والو. كاين اللي يعطوا لها في العرس بصح من بعد مور العرس العجوزه هي تعاود تدي ذهب، تعاود تدي كلش، يعني الطفله تطلع باطل. فهاد الطفلة بعد ما تزوجت وراو لها المهر ديالها، المهر نحاوه لها داتو العجوزة. الطفلة هذه قالت معليش الذهب يتعوض، المهم الراجل يكون مليح. كملت مع الراجل في الشهر الأول لقاتو يشرب الدواء هذا يخليه راقد كامل النهار. في الليل ينوض يعيط، ينوض ما باليش ولا تاع نوبات صرع ولا انا ما نعرفش الحاجات هذو، بصح قالت الراجل ينوض في الليل يبدا يعيط، مرات يضرب مرات، كل مره واش يدير لها. الطفله هذه واش دارت؟ انا تواصلت معايا قلت لها السمساره هذه اللي طلعاتك عاودي عيطي لها، قولي لها الراجل هذا هاوليك هاوليك واش كاين، كيما طلعاتك هي كيما تعاونك، علما هل 100 مليون في المرأة في المدامة في المرأة الوحدة. الراجل يعطي لها 100 مليون على أساس أنه حتعطيهم للمرأة هذه اللي راهي طالعة على تجهز أساس مهر، روحها. على أساس مهر. فوالا، لا 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 ماشي مهر، على أساس أنه تشري البيي، دير الفيزا، توجد روحها، تجيب حاجتها وتطلع. بصح هاد السمسارات واش يديروا؟ يشروا البي للمرأة، يديروا لها الفيزا، هذا مكان، الباقي يدخلوه في جيبهم. فهمتيني؟ فقلت لك طفلة 5000 هذه اورو وقيله 5000 اورو، واه 5000 اورو. كل وحده شحال تدي، بصح راهم يدوا يعني اسعار خياليه فريمون. انا كي نسمعهم مرات ما نامنش، بصح كامل الناس يقولوا نفس الاسعار، يعني يدوا خلي هذاك الذهب ولي كادو والحاجات اللي ما يبانوش. فقلت لك المراه هذه قلت لها عاودي هضري مع السمساره، عاودت عيطت لها قالت لها شوفي يا فلانه الراجل هو يشرب في الدواء. قالت لها ما تكسريش راسك، غدوه نجي نهضر معاه. غدوه من ذاك جات حكمت الراجل وحده، هضرت معاه واش قالت له؟ رد بالك نحي لها التليفون، باسكو داروا لها تليفون كي جات، نحي لها التليفون راهي حابه ترجع للجزائر. الراجل زاد هبل كتر، نحى لها التليفون، ضربها ما خلى فيها والو مسكينه. قعدت ما لقات ما دير، سيات سايساتو عاود رجع لها التليفون، عاودت عيطت لي قالت لي هاوليك واش صرا، هاوليك واش صرا. انا قلت لها يا مخلوقه عندك دراهم، باسكو هي تسكن في تشانكالا وانا في اسطنبول، يعني بيناتنا مسافه كبيره. قلت لها عندك دراهم، عندك اي حاجه؟ قالت لي ما عندي لا دراهم باش نركب لا حتى حاجه. قالت لي اني دايره غورمات في يدي برك، الغورمات هذيك باعتها، هربت من تشانكالا لاسطنبول، ومن اسطنبول هربناها للجزائر. انتوما عاونتوها؟ احنا اللي عاوناها باش هربت، وهذه حكايه واحده من بين الاف الحكايات اللي راهم يصراو واللي مازالهم يصراو. شوفي يا مدام سليمة، أنا عندي الأسماوات تاع كامل السمسارات اللي راهم يخدموا. عندي تعطيهم لي كاع بالصوت والصوره فوالا، والاسم عندي مام الفوكالات، عندي الحكايات، عندي الناس اللي يطلعوا يحكوا ويقولوا لك شكون ماكيش خايفه على طلعوهم. روحك مدام؟ نعم. ماكيش خايفه على روحك؟ يا مدام الخوف من ربي. الخوف من ربي، أنا مادام مانيش ندير في حاجة غلطة، وأنا بنات بلادي ما قبلش عليهم حاجة كيما هذه، ما نكذبش عليك.
انا قلت لك شوفي، انا عندي دوكا بريسك 9 وانا ساكنه هنايا. دائما نحب نمثل الجزائر، دائما نحب نمثل الجزائر بالاكل الجزائري، اللباس التقليدي الجزائري. حتى حضرت حصص هنا نعرف على الثقافه الجزائريه. ماذا بيا راسنا دائما يقعد الفوق. فهذا الموضوع يعني انا نشوفه ياثر على الجاليه الجزائريه، باسكو كان كالا هذه الجزائريات والمغربيات اللي راهم لتما راهم مشوهين السمعه تاع الجزائريات كامل بالطريقه اللي راهم يطلعوا بها. والسمسارات في نفس الوقت راهم يستغلوا في الناس هذو اللي يطلعوهم ضحايا، باسكو راهم يشوفوا يجيبوهم بلاصه من غيليزان. اكثر شيء اللي لاحظته من غيليزان. كاين مجموعه تما في الجزائر يخدموا، يجيبوا لهم نساء ويطلعوهم هنايا. تجارة فوالا بيبي. فوالا فانا حبيت نهضر معك في السوجي هذا بحكم انتي ديجا عندك متابعين من الجزائر، فماذا بيا يعني وحده تهضر لوحده وحده تهضر لوحده باش يفيتي ويتزوجوا مع السمسارات. اللي حبت تتزوج هنا في تركيا يا اخي البي ساهل والفيزا سهله، تطلع وحدها وتشوف وربي يسهل لها. بصح عن طريق السمسارات راهم يسراو حاجات ما الواحد لحمو يتشوك منهم. فخذوا حذركم، وماذا بينا هاد السوجي يتسمع في كامل هكذا. ماذا بينا لي زانستغراموز الكبار يهضروا عليه باش يحبس شويه، والسمسارات هادو يخافوا ويحبسوا الشر يعني انا ديالو. مثلا لي انستغرام قرا استغمار لي انستغرام غازاز هادو تاع الانستغرام لاهين غير بالبيبيسيتي وجمع الاموال. شكون اللي باغي تكسر يستاهلوا راسها باش تسمع الصوت يستاهلوا. تاعها؟ اعطيني انا هذا الدوسي، اعطيني هاد انا ماشي السمسارات، مشكل، تحبي نعطيك الاسماوات، تحبي نعطيك السمسارات، اعطيني ما في عندي الواتساب حتى مدام مشكل. باش ان تحمي شاء نفسك. الله. اعطيني كلش الواتساب. انا راح نخصص لهذا الموضوع لايف كبير وناشد فيه العائلات تاع غيليزان والعائلات الجزائريه والسلطات باش تشوف تتخذ قرار تحقيق في ان شكيله دو 19 بنت ولا 20 ولا 35 تروح وحدها لتركيا وما توليش، يا تموت يا تحيا يا ما على بالناش بنات الجزائر وين راهم يروحوا. فوالا. فغي المشكل وشوفي تعرفي، دي كورتي دي حتى كورتي. العائله، حتى العائلات اللي في الجزائر هما تاني راهم غالطين. باسكو وحده كاينه طلعت تاني، خوها قال لها روحي سيي بالك تتزوجي، طلعت سيات لقات الراجل سافا با، ديسيدات تعاود تحبط. قال لها تعاودي تحبطي نقتلك. طفله عندها 20 سنه دوكا راهي قاعده وحدها في اسطنبول، راهي تخدم، شفنا لها انا وحده عيطت ديريه. معايا وحده بالكاميرا وقالت لنا ما رانيش عارفه وين راني، ومزوجينها مع وحده بالكاميرا وقالت لنا ما رانيش عارفه وين راني، ومزوجينها مع واحد شيباني على اساس انهم جابوها مع واحد صغير وما عارفاش فين بقى البلاصه، وليتي الي جان كعيطت لدارهم باش تولي، قالوا لها ما عندك وين تولي ما تجيناش، قالها ما هذا تجيناش. شيء مالوغوزمون، ربي يهدي ما خلق هذا مكان. اوكي شكرا. ميرسي بوكو. فوالا مدام، اتصلي لا بيا في يعطيك الواتساب الصحه. مدام بليز. داكوغ اوكي مدام. الله يحفظك. يعطيك ميرسي الصحه، بوكو. بالسلامه. سلام. قال لك واش يوصلهم لهذا الشيء؟ الفقر. الفقر هو اللي يوصل بنات بلادك لهذا الشيء. بنات بلادك ماشي عاهرات ولا ما يسووش. الفقر حبيبتي، الحاجة والمعاندة والانفلونسوز يتانفلونسو باغ دي جون، يتانفلونسو باغ اكس و ايغريك. شفتي يا مدام؟ ماشي كل وحدة عايشة نفس العيشة. تركيا مش أفلام تركيا، تركيا مش سندس التكبير المؤخرة. يعني أنكم تتأثروا بالهوى، تتأثروا بشيء خيالي فقط حبيبتي. دونك سي بوغ سا بنات بلادك بنات فاميليا، لكن الحاجة أم الاستطاع. هذه هي. ما يقدروش الحاجة يروحوا، ماشي ديديكاسيون سا ران افواغ. الفقر، الفقر، فقر يا حبيبتي. قلت لك لا فقر لا والو الطمع. وش هو الحاجه اللي تدير الطمع؟ الفقر. كون جا عندك ما تطمعيش، بصح مين ما عندكش فقيره تطمعي. فو اتر لوجيك دون لا في. رجعت
الو